طبعا بالنسبة للموضوع الحفل ثار فيه الجدل وكثر فيه النقاش، وفي ناس ذكرت بعض الأحاديث اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث لعب الحبشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للحبشة أن تلعب في المسجد. ومثل حديث ضمن الأشياء أو الأحاديث اللي ذكرت حديث حسان بن ثابت لما كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب أنكر عليه إنشاده، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. وهذا دليل آخر على أنه إنشاد الشعر في المسجد جائز. آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة وأن تنشد فيه الأشعار. واللي ينشد ضالته في المسجد يقال له: لا ردها الله عليك. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وهذه؟ الحبشة، اللاعب اللي كانت تقوم به الحبشة هو لاعب تدريب على الجهاد ولاعب جاد، تمام؟ مثل استعراض التايكوندو، استعراض الكونفو، وهذا ما هو رقص وتمايل، تمام؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، إنشاد الشعر الذي كان ينشده حسان رضي الله عنه. الشعر اللي كان ينشده حسان رضي الله عنه ما كان ينشده مع دفوف ومع طبول، كان ينشده كذا، يعني يقول الشعر، مو المقصد به الإنشاد اللي هو التغني بالشعر، لا، إنه كان يقول الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعب أن نجمع بين اللي حصل في مسجد بن صبرين. بدنا نقول إنه اللي حصل في مسجد بن صبرين مشابه لإنشاد شعر حسان بن ثابت، أو مشابه للعب الحبشة. اللي حصل فيه من الدفوف، وفيه من الطبول، الشيلات فيها طبول، وفيه من التمايل عليها الشيء الواضح، تمام؟ لذلك اللي حصل أمر غير لا ينبغي أبدا. وكثير من المشايخ استنكروا هذا الموضوع لأنه بيت من بيوت الله، وما يليق بنا أن نجعل بيوت الله لدرجة مثل اللي حصل في هذا المسجد. الأمر الآخر، بعض الناس اتهموا الإمام في دينه، واتهموا الإمام في عمله، واتهموا الإمام في كل شيء بدون مراعاة لهذا الإمام. وهذا الرجل له سابقة خير وله سابقة فضل في الدعوة إلى الله عز وجل، وجحدوا حقه. بل البعض حتى لبس عليه وقال إنه رموا الأكل الباقي، وجابوا المقطع المنتشر لركن القصيم على المسجد، وقالوا هذا المسجد بعد ما خلص الحفل والطرب والأغاني رموا الأكل بالزبالة. فافتراءات كبيرة وكلام على الرجل وكلام في دينه. الرجل اجتهد وأخطأ، بس نسأل الله عز وجل يعفو عنا وعنه. هذا تعليق على الموضوع.